يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. وصفتنا لليوم الميني بيتزا. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة ويلا نبلش. بداية اختبرت الخميرة بزبدية، نزلت كاسة مي فاترة وبضيف 20 غرام من الخميرة وملعقتين سكر كبار وبحرك وبغطيها لمدة 10 دقايق. وبجاط نزلت كيلو طحين وملعقة صغيرة ملح وربع كاسة زيت وربع كاسة لبن زبادي، وبحركهم مع بعض. بتكون الخميرة جاهزة، بنزلها وبحرك وبحط كاسة مي فاترة على جنب وببلش أعجن وضيف المي بالتدريج وبضل بعجن لمدة 10 دقايق. وهيك بتكون العجينة جاهزة. بدهن الجاط بالزيت وبغطيها لمدة ساعة بمكان دافي لحتى تختمر. ولصلصة البيتزا سويت صلصة سريعة وسهلة. بنزل الزيت بالمقلاية وبضيف ملعقة دبس فليفلة و3 معالق دبس بندورة، ملعقة أوريجانو أو زعتر بري، ملعقة كزبرة ناشفة، ملعقة صغيرة ملح، وبحركهم. وهيك بتكون الصلصة جاهزة. وهيك بعد ما اختمرت العجينة بنزلها على الخشبة وبفردها بهذا الشكل وببلش أقطعها وبكورها وبحطها على جنب لحتى تختمر لمدة ربع ساعة. وللحشوة زيتون أخضر وزيتون أسود وجبنة موزاريلا وفليفلة وبندورة، وهي حسب الرغبة. وهيك بتكون الكرات جاهزة للتشكيل. برش طحين وببلش شكلها. وبحشيها بالخضرة اللي حضرتها. وبضيف رشة أوريجانو وبصفن بالصينية وبدخلن الفرن من تحت لحتى تستوي، وبحطن من فوق لتذوب الجبنة. وهيك بتكون استوت البيتزا وطلع معي كيلو الطحين 20 قرص. شوفوا من تحت كيف شكله مشقر ومستوي. وصفة سهلة وطيبة وسريعة. وهي كانت وصفتنا لليوم، إن شاء الله تعجبكم وصحتين وهنا.